يواصل مهرجان الأقصر للشعر العربي عقد فعاليات دورته السابعة ما بين أمسيات شعرية وحوارات ثقافية متنوعة، وهي نتاج بيت الشعر في الأقصر الذي يحظى كغيره من بيوت الشعر في الوطن العربي بدعم ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. تفاصيل الفعاليات مع مفادنا لجمهورية مصر العربية سعيد بوغزين. هو ليس بيتا للشعر فقط، هو بيت للفن والأدب وملتقى للموهوبين والمبدعين. هكذا هو بيت الشعر في الأقصر الذي حرص ضمن فعاليات مهرجانه للشعر العربي بدورته السابعة على إقامة معرض الملتقى السادس لفن الخط العربي، حيث جاء بمشاركة 25 من فناني الخط من كل أنحاء مصر، جاءوا ليغذوا الذائقة البصرية بجانب الشعر. الفن التشكيلي والشعر مرتبطان ارتباط أزلي، لأن القيم اللي فيهم الجمالية واحدة تقريبا ومتشابه في حاجات كتيرة، في التوازن وفي الأفية وفي النظام والأساس البنائي. سعيد جدا وفرحان أن أشارك في بيت الشعر اللي بشعر أنه مش بيت الشعر فقط، هو بيت الأدب والشعر والفن والإبداع والتلاقي وحسن الاستقبال، حسن الكلمة الجيدة سواء المسموعة أو المرئية. المعرض افتتحه سعادة عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، يرافقه الأستاذ محمد القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، وبحضور الأستاذ الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة في القاهرة، وعدد من المسؤولين والأكاديميين والفنانين. فيما تبع ذلك إقامة الأمسيات الشعرية التي أشاد المشاركون فيها بالدور المهم لبيت الشعر وإمارة الشارقة. استفادت الأقصر واستفاد شعراء مصر واستفادت مصر جميعها في مختلف محافظاتها بهذه المكرمة المتواصلة على مدار 7 سنوات، أثمرت عديدا من الشعراء، أبرزت أصواتا رائعة، تجارب مهمة، أضاءت على تجارب حقيقية كانت موجودة ومهملة. أنا شايف أن اهتمام الشارقة بالشعر هو الاهتمام الأول على مستوى الوطن العربي، وشايف أن وتكريس للجمال وإضافة إلى القيمة الإنسانية أيا كانت، وده شيء يعني واضح لكل ذي عينين، وطبعا احنا بنشكرهم. الشعراء المشاركون في المهرجان يجتمعون في الأقصر قادمين من مختلف المدن والمحافظات المصرية بمن فيهم غير المصريين. ابتسام أبو سعدة شاعرة فلسطينية مقيمة في مصر. تواجدي في مهرجان الأقصر في دورته السابعة تواجد طيب، تعرفت فيه على شعراء كثر أستمع إليهم لأول مرة، وكان حفيا بطيب الاستضافة. حضور الموسيقى في المهرجان عنصر مهم يعكس ارتباط القصائد بالألحان. بعد الفعاليات المسائية ها نحن نعود في الصباح لنشهد فعاليات أخرى تثري فعاليات المهرجان. ففي هذه الجلسة النقدية تمت مناقشة تحولات القصيدة العربية بمشاركة أكاديميين ونقاد، حيث تناولوا التغيرات التي مرت عليها عبر التاريخ ومدى تأثرها الآن بالعصر الحديث وغيرها من الأمور التي من شأنها الارتقاء بالقصيدة. بعدها ارتقى الشعراء المنصة ليثروا الأمسيات الشعرية بقصائد تتنوع في مضامينها. غريق فمن يمتطي البحر، خيل من الأزرق المستبد تفتش في ركضها عن صهيل. من فرط إعجابي نسيت بأنني تابعت صوتا في الضباب يقودني، والآن بعد تنبهي أصغي ولكن دون فائدة. سلام على طيف يظل معانقي، وإن كنت في حبي وحيد المطالب.